شُفته برّه ده أخُش أنساه بقى جوّه البيت. لأ ده أنتِ كده بقى بتحلم. حاسة إن أنا بانهج وأنا باجاوب على السؤال ده. أسعار الخامات بقت مرعبة، بديل رخام وبديل خشب وبديل حجر وبديل أحمد ييجي يقعد مكانه. طاقة، محتاجين طاقة. حبايبنا ولاد البلد الجدعان، بيحبّوا يبدعوا يجوّدوا. ده بيت حقيقي، إزاي يبقى ده مرسوم؟ الناس ماشية دلوقتي بالتليفونات، أنا عايزة زي ده. أنا دماغي كده. ده معاك أنت كعميل، آه، مش معايا أنا كمهندس. هي بالمتر والّا بالمقاولة والّا بالشقة والّا بالمساحة؟ يعني هو بقى إيه، صايع. أنا ليه أجيب مهندس ديكور أصلًا؟ هو أنا عويل؟ السؤال الصعب. السؤال الصعب ده. بودكاست مع رفعت، النهارده حلقة مميزة جدا. عندنا ناس كتير بتبقى عايزة توضب شقتها، اللي عايز يوضب المكتب بتاعه واللي عايز يعمل أي ديكورات في المكان، حتى لو كانت ديكور في مكان هو عايش فيه اوريدي. ناس كتير شافت أسعار خزعبلية، أسعار الخامات بقت والعة، يعني بص أنت كل حاجة دلوقتي بقت بأرقام فلكية، وعشان الصنايعية كمان بقى الموضوع معاهم صعب جدا، فبقى الموضوع محتاج حد يفهمنا يا جماعة واحنا بادئين على فين أو احنا ماشيين فين. أنت الصنايعي بيقول لك كلام النهارده وبكره تلاقي كلام تاني خالص، ده لو لقيته يعني عامة يعني. طبعا احنا النهارده معانا باشمهندسة سالي، الباشمهندسة يعني جوه المطبخ، هي مهندسة الديكور اللي بتعمل الحاجة اللي انت نفسك فيها من الاخر. شوف انت بتحلم بايه وهي اللي بتقول لك من بداية الموضوع لحد ما بتسلمك الحاجة وانت مزاجك حلو. باشمهندسة كمان عضو مجلس نقابة المهندسين في بورسعيد، وليها دور مجتمعي كبير كمان مع أعمال خيرية، فطبعا في حاجات كتير أوي هنتكلم عليها النهارده. نرحب بالباشمهندسة. ازيك يا هندسة؟ أهلًا بيك، عاملة ايه؟ إزيك عامل إيه؟ مقدمة بسيطة بس فيها جميل. حاجات جميل، مقدمة شيقة. هناخد منك حاجات كتير إن النهارده. شاء الله، يا رب. وخلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أوضب، في تنظيمات كتير وفي حاجات كتير في دماغي وأنا مش عارف هقدر عليها فلوس ولا لأ، هقدر أعملها أصلا ولا لأ. وبعدين خليني أسألك سؤال في الأول خالص قبل ما نسأل في موضوع الديكورات، أنا ليه أجيب مهندس ديكور أصلا؟ هو أنا عويل؟ آه. ده السؤال ده الحاجة اللي إيه الconcept اللي معظم الناس أو ما بقاش المعظم بصراحة دلوقتي، بس في ناس كتير بتتعامل بالconcept اللي أنت بتقول عليه ده، اللي هو ليه ما أنا أعرف أعمل كل حاجة. يعني هو أنت ما أجدع أنا مني؟ أجدع مني؟ كان بيتقال لي كده والله، وممكن بعد ما نخلّص الشغل فالعميل يحس الموضوع ما كنت أنا أقدر أعمله. لأ، بالظبط. هو الموضوع مليان headache ومليان تفاصيل. أنت ليه هتجيب مهندس هو بس عايزين نفرّق بين حاجتين، في حد ممكن يعمل لك تصميم وأنت تنفّذه كعميل، وفي مهندس التنفيذ اللي بيشرف على التنفيذ وبيتابع العمال، فالموضوع يعني ممكن تستغنى عن اللي هينفّذ لو أنت عاوز أنت اللي تُقف وأنت اللي تباشر وأنت اللي تعمل، بس لو في تصميم معيّن في دماغك ما ينفعش تبقى أنت والصنايعي، يعني الصنايعي ده إيد بتنفّذ، مظبوط. فلازم دماغ تخطط له تقود اللي هيعمله. الإيد، لأ وتقود الإيد ده وتحطه في حتّة معيّنة، لإن هُم ما شاء الله بيحبّوا يبدعوا يجوّدوا. اه. وبعدين العميل لأ مش ده اللون اللي أنا عايزه، لأ ما كانش الشكل كده، لأ، فأنت هتُقف أنت تباشر الموضوع بنفسك، يبقى الأفضل إنه أنت تشوف حد يعمل لك تصميم، عشان يبقى في خط أساسي بينك وبين الصنايعي تقدر تستلم. بناء عليه. بالضبط، لكن الكلام وكان في خيالي وكنت متخيّل وأنا قُلت لك هيحُط العميل في زنقة كده مع الصنايعي، بعدين تضطر بقى تعيد الشغلانة من الأول، وده طبعًا بنقابله كتير جدًا، وده أنا عملت الشغلانة مرّة و2 و3 ده اللون ما طلعش زي ما أنا عايز، فمن الأول لو أنت هتقرر إنه أنت اللي تعمل يبقى أنت محتاج تصميم يعني مسطرة كده بينك وبين الصنايعي. ليه بنجيب مهندس ديكور؟ لإن في تفاصيل كتير أوي العميل كعميل مش دارس أو ما عندوش الخبرة أو ما عندوش المعرفة الكافية، العميل في الآخر شاف فيديو الreels على الإنستجرام مبهدلانا كلنا. طبعا أكيد. مبهدلانا. رش اللي وأنا مبهدلانا كلنا، وبعدين الناس متخيلة إن الحاجات اللي أنت بتشوف ثواني جزء من صورة، حتة من أوضة، معظم البيوت اللي بنشوفها في الreels ما هيش بيوتنا. حاجات في يعني أوروبا أصلا ما لأ ومش. مش دي لأ، يعني حتى لو في فيلل لو في مش دي معظم البيوت اللي معظمنا عايشين فيها، مم. فإحنا بقى بنشوف الفيديو وعايزين الفيديو لمّا يتطبّق في مساحة مثلًا 600، 700 متر نعمله في شقة 100 متر، فالreels بقى ساحلة الناس ماشية دلوقتي بالتليفونات، أنا عايزة زي ده، ده ما ينفعش.
إحنا هنا الارتفاع مش ما يجيبش كده، المساحة ما تجيبش كده، فبتجيب مهندس عشان عندك أنت حاجات كتير أوي عايز تعملها، وعايز حد يرتب لك أفكارك دي، عايز حد ياخد الأفكار دي يحطها على ورق، تتحول من أفكار في خيالك لواقع. ومش بس إن أنا أشوف صورة حلوة، ما هي الصورة الحلوة دي وراها أساس. أهم حاجة في أي تشطيب أو شغل بيتعمل إنه يكون البيزكس زي الصورة، يعني الحاجة متأسسة صح والصورة طالعة كويس، لأن أنا ممكن أعمل لك صورة حلوة بس من جوه فاضيه. إحنا بنعمل شغل، يعني أي عميل أنا باتعامل معاه أنا باقول له باعمل حاجة تقعد 30 سنة، بقى في سرعة، فما عادش الناس بتقعد زي زمان عقبال ما يوضّب تاني ممكن يقعد 20 سنة و30، بس أنا باعمل حسابي إن الشغل ده يعيش، مش حاجة 5، 6 سنين والعميل هيغيّرها تاني، لإنه زي ما أنت قُلت الأرقام بقت كبيرة، فالعميل دافع رقم، فمش هيقعد كل 5 سنين والّا كل 3 سنين يغيّر، فمهم جدًا إنه الأساس يبقى مضبوط والصورة تطلع كويسة. وبتجيب مهندس عشان جنب ده بقى بيضبّط لك آلية فلوس، يعني أنا عندي 3 محاور باشتغل عليهم، عندي شكل حلو عايزة أطلّعه، عندي budget معيّن عايزة أشتغل عليه، عندي تأسيس عايزة أضبطه، فالمهندس بيقوم بإنه يهندل الحاجات دي كلّها مع بعض، عشان في الآخر يطلع لحضرتك منتج كويس من غير ما أنت بتحس بصداع، بدل ما بتكلّم 10 بني آدمين، 15 بني آدم، مبلّط لأ، مبيض لأ، كهربائي لأ، بتاع مطبخ لأ. والتنسيق ما بينهم كمان. التنسيق ما بينهم دي قصة قصة تانية كبيرة خالص. المهندس أو الشركة أو أي شخص أنت بتجيبه يتولّى عملية التنفيذ عندك، بيشيل عنك كل الheadache ده. بس في عُملا بيحبّوا يعني بيحبّوا يبقوا aware بكل التفاصيل أول بأول، ودي حاجة قليلة، ويتابع حاجته. بس مهندس بيشيل كل ده، أنت بتكلّم شخص واحد بس. طيب باشمهندسة، إحنا النهارده يعني أول حاجة العميل بيفكّر فيها زي ما حضرتِك بتقولي، إحنا ممكن أرسم له الشكل اللي في خياله، فاحكي لي برضه عن الCAD، يعني الAutoCAD الناس لمّا بتقول لِك أنا بافكّر في كذا، فأنتِ بترسموا لها أو إن حد بيرسم لها، فالقصة دي الناس مش فاهمة، يعني إيه حد بيرسم لي بيت؟ ده أنا بافتكر إن الشكل ده بيت حقيقي، إزاي يبقى ده مرسوم؟ وغير بقى الAI كمان، ده الAutoCAD من البداية كمان. إحنا عندنا برامج كتير مش الأوتوكاد بس، الأوتوكاد بيخطط، عندنا 3D Max ده بيطلّع لك شكل البيت، وفي برامج تانية كتير. طيب إزاي بيعمل ده أصلًا؟ يعني هو ب أنت بتدخّل له. أيوه، أنتِ بتاخدي أيوه، من العميل الdata. أنت بتاخد من العميل الdata اللي هو عايزها، يعني لو العميل مش واصل له أوي اللي هو عايزه، أنت بتبدأ تفرّجه على صور شبه الحاجة اللي هو بيدوّر اللي في عليها. دماغه. 90% من العُملا دلوقتي النت خلّى يجيب له، يعني يجيب منه حاجات قريّبة للي هو عايزها، بس إحنا بناخد اللي هو عايزه ده ونبدأ نطابقه بالمكان، تنفع ما تنفعش. ونبدأ ندخّل للبرامج مدخلات معيّنة عشان تدّيني في الآخر الصورة اللي العميل عايزها. بنشتغل بنسبة 99% إنها تطلع تقريبًا نفس الواقع، يعني نفس الصورة بالألوان بالشكل، لإن أنت عندك حرية إن أنت التفاصيل، تفصيلة الكرسي، ضهر الدولاب، شكل الستارة، كل التفاصيل دي أنت بتدخّلها للبرنامج، والبرنامج بيطلّع لك الصورة النهائية اللي في خيالك. وبافضل أنا بقى أعدّل مع العميل، طب لأ اللون ده مش عاجبني، طب درجة اللون، عشان تبقى الحاجة. هو طبعًا ده أريح، بس مش كل الناس بنعمل لها تصميمات. إمم. التصميمات كمان غالية، أحيانًا مش بيكون ب300 جنيه الbudget تعملي لي البيت كله؟ ب150 150 يعني في حالتين ما بنعملش فيهم التصميم، لو الbudget مش كبير أوي فالفلوس أو أنا يعني ده اللي أنا باشتغل عليه. في ناس هي بيبقى الsystem، يعني في مهندسين زمايلنا بيبقى الsystem اللي هو شغال عليه لازم تصميم في الأول، بس أنا باشوف إنه طالما رؤية العميل واضحة لي وواضحة له ومتفقين خلاص، ممكن نجيب صور استرشادية كده، بننزّل يعني نعمل folder كده للبيت، ألوان الحيطان، أشكال الأرضيات، إيه الخامات اللي هو عايزها، وبنتفق. أو حد بقى لأ مش قادر يتخيّل، يعني في ناس ما بتعرفش تتخيّل، فبنعمل له تصميم، ونقعد بقى نشتغل على التصميم لغاية ما نقرّب للفكرة اللي هو عايزها. أحيانًا بنطلّع صور، وأحيانًا بنطلّع فيديو للمكان بالكامل، فهو العميل يحس إن هو قاعد جوّه الشقة. طيب بعض الأوقات أنا كواحد صاحب شقة، عجبني شكل مكتب في مثلًا شركة، فباشوف الصورة فباقول لِك لأ أنا عايز ده، فتقولي لي لأ ده ينفع لمكتب أو ينفع لمحل أو ينفع لشركة، لكن مش طبيعي إنه نعمله في بيت. أنا دماغي كده،
وأنا عايز أعمل ده، فإيه الفرق ما بين التصميمات المنزلية والمكاتب أو المحلات مثلًا والشركات، بتبقى فيها الفروقات ما بينها عاملة إزاي؟ البيت أنت محتاج تكون مرتاح، ده المكان اللي أنت بترتاح فيه. أماكن الشغل أو المكاتب أو الشركات بتبقى حاجات عملية، أنا عايز حاجات عملية للاستخدام، عايز حاجات شكلها formal، بييجي لي عُملا، عندي meeting room. محل بيشتغل أكتر حسب هابيع فيه إيه. يعني أنا عاملة مثلًا محل هدوم حريمي، فبنشتغل على التفاصيل اللي هي تكون شكلها حلو للبنات والستات. للبنات والستات. بتعمل محل نضارات، فلأ مش محتاج أفورة في الحاجة، بتبقى محتاج رصة معيّنة. كنت عاملة محل براند شُنط، بتحتاج الأرفف بشكل معيّن، الإضاءات بشكل معيّنة، عرض الحاجة في المحلات بيحتاج شكل إضاءة، كمية إضاءة، درجة الإضاءة نفسها، طَب الأماكن اللي هيتلبس فيها، طَب المرايات. شركة لأ، محتاجة موظفين هيقعدوا، المكتب يبقى شكله عملي، المكان مريح، الأرض مفروشة بطريقة معيّنة، مؤهلة للاحتكاك اليومي لعدد كبير من الموظفين، الحمامات عاملة إزاي. لكن بيت لأ، أنا البيت لازم أنا مرتاحة فيه، بادخل البيت، كل اللي شُفته برّه ده أخُش أنساه بقى جوّه البيت. مضبوط. فبنحاول تكون الألوان مريحة للعين، الأماكن مريحة للقعدة، لو في مكان للأكل أنت محتاجه بشكل معيّن، تبقى قاعد مبسوط وأنت بتاكل. بنراعي المساحات، مختلف تمامًا البيت عن الشركة عن المحل. تمام، إحنا بالنسبة لنا في بعض الأوقات بيبقى نرجع تاني لموضوع التصميم، أنا شُفت شكل في دماغي والعميل مُصمِّم عليه. آه، وما ينفعش، هو ما ينفعش فعلًا. والله على قد ما باقدر باحاول إنه يعني نوصّل فكرة إنه لأ، وأبدأ أورّيه بدايل. هي الشطارة إن أنا أخلّيه يشوف حاجة تانية نفس ذوقه، بس مناسبة أكتر للاستخدام اللي هو محتاجه، يعني سواء بيت أو مكتب أو شركة، أبدأ أقرّب من ذوقه أو أرسم له حاجة في يعني هو يقول لي في خياله إيه، بس تكون مناسبة للمكان اللي إحنا بنعمله. يعني مش هينفع أوضة مثلًا مترين في متر ونُص، مترين في مترين، أجيب لها مكتب 2 متر، يعني يبقى الأوضة كلّها عبارة عن مكتب. هو مضبوط. عايز يعمل مكتب في البيت، نعمل له مكتب في البيت، بس مكتب في البيت مناسب للبيت. يعني أنا باعمل مكتب في البيت، مش هاعمل مكتب ضخم، أنا محتاج حاجة أقعد عليها، محتاج مكتبة أرُص فيها ورق، محتاج كرسي يكون مُريح لضهري بمقاس معيّن، غير الشركة وغير المكتب. طيب إحنا خلّينا ندخل في حتّة يعني صعبة جدًا من اللي إحنا قُلناها في المقدمة، أسعار الخامات بقت مرعبة، والmaterial بقت quality كتير، يعني كان الأول خشب أبيض وخشب زان مش عارف إيه، دلوقتي الMDF واللي وبدايل كتير بقى، بديل رخام وبديل خشب وبديل حجر وبديل بلاستيك وبديل أحمد ييجي يقعد مكانه ونلاقي بدايل كتير فإيه أوي. بقى الحكاية دي؟ والله ليه الأسعار زادت؟ والله ده في العالم كله، في زيادة في كل الأسعار، مش في الخامات بس. بس لإن حاجات الديكور دي بتعتبر يعني حاجات رفاهيات. رفاهية مش أساسيات. هي الأساسيات برضه زادت، يعني تأسيس كهربا، تأسيس سباكة، تأسيس كل الحاجة زادت، وبالتالي بعد زيادة الحاجة المصنعيات زادت نتيجة زيادة الحاجة، ونتيجة هي circle كاملة، الحياة كلها غالية، أكيد طبعًا. فالحاجة هتزيد، فالمصنعية هتزيد. لإن اللي بيشتغل ده بني آدم وعنده حياة تانية، فمحتاج يرفع. فبقى الموضوع كله السعر فيه مرتفع. السؤال فيه تفصيلتين، الحاجة غالية والحاجة كتير. مضبوط. آه، فالحاجة غالية عشان عرفناها دي خلاص. يعني ده علينا كلنا، كلنا. ماشي. الحاجة كتير، التكنولوجيا والسوشيال ميديا الدنيا بتتطور بسرعة أوي. يعني أنت كنت زمان الموضة بتتغير تقريبًا في الأشكال البيوت والديكورات والحاجات دي كل تقريبًا 20 سنة. يعني لو اتفرجنا مثلًا على المسلسلات بتاعة الخمسينات والستينات ونُص السبعينات شكل، أرابيسك ومش عارف إيه والخشب اللي عندك إيه فترة التمانينات والتسعينات شكل معيّن للبيوت، بدأنا الألفية التالتة الجميلة دي بشكل تاني. دلوقتي أنت كل أسبوع ممكن تلاقي حاجة شكل جديد. جديدة بتنزل، هو ده بيدّينا variety كويس عشان الناس ما تبقاش متحددة بإطار معيّن، بقى كل واحد عنده حلم معيّن بيعمله، بس في الآخر في أطر رئيسية بنتعامل فيها. خامات ليه متنوعة؟ لإن الناس بدأت تدوّر على بدايل. طَب الخشب غالي، الناس زمان كانت بتعمل مثلًا أرضية باركيه، فالموضوع كان مُجهِد في تفاصيل عمله أكيد. وغالي جدًا.
وبيحتاج صيانة وبيحتاج معالجة. ولو اتكسر ولو سوس ولو آه، عمل بتاع. هو بيعيش بس بيحتاج حاجات كتير جنبه عشان أنت تفضل محافظ عليه. طب عايزين نعمل الأرض خشب ومش عايز أصرف التكلفة دي كلها، ومش عايز أقعد بقى طول الوقت في هيدك الصيانة، لأ الدهان، لأ العمل. فبدأ يبقى في بدايل للحاجة، أخف الخامات وبتبقى في السعر. أقل في السعر طبعًا. بدايل الرخام، الناس دلوقتي بقت كمان الحاجة أسهل إنه حد يروح لوحده يجيب ويعمل حتة في بيته، ما بقيتش محتاج بقى قصة كبيرة وتكسّر وتشيل وتحط. فهو أنا باشوف إن الحاجات دي يعني من سُبل الراحة للناس، إن أنا ميزة بقى عندي دلوقتي. طبعًا بقى عندي اختيارات كتير، مش مزنوق في حاجة بسعر واحد يا أعملها يا ما أعملهاش. لأ بقى لو أنا عاجبني الشكل ده أو عايز الغالي نعمله، عايز الأصل نعمله، عايز التقليد نعمله، عايز الأقل في السعر نعمله. فده بيدّي variety. ده حاجة دي ميزة وحاجة كويسة جدًا للناس. طيب بس في حاجة في بعض الأوقات باشوف إن في خامات غالية وأنا من وجهة نظري ما تستاهلش. أنا النهارده هاجيب بديل الباركيه مثلًا. أنا جرّبته شخصيًا في مكان من الأماكن، لقيت إن المكان يعني أنت مثلًا لو بتقعد في مكان معيّن وقت طويل وكرسي مثلًا ممكن يحفر مكانه مثلًا. ما هو ده ما ينفعش حاجة زي كده. يعني مش عملي في بعض الأوقات، طبعًا. فأنت لازم ما هو تسألني. إحنا بقى آه. قُلنا بالضبط. أنت لو جيت قُلت لي هاعمل في حمام، هاعمله في مطبخ، هاعمله في أوضة أطفال بيكبّوا ويرزّعوا، أقول لك لأ. هو معمول عشان استخدام خفيف، سعره قليل، فبالتالي مش هتاخد منه نفس جودة الباركيه الأصلي. الخامة الأصلية. لمّا طلع فترة كده منتجات IKEA ومنتشرة وما أعرفش إيه، وفي ناس جرّبت ولقت إنه لأ ده يعني ما أعرفش أنت شُفت الحاجات دي والّا لأ، بس الجروبات مليانة. ده السرير ما أعرفش اتكسر بعد قد إيه. ما هو أنا مش لمّا أجيب أوضة نوم ب60.000 جنيه و70.000 جنيه، غير لمّا أروح أجيب حاجة من مكان ب30.000 جنيه والّا ب20.000 جنيه. طبيعي الquality مختلف، عُمر الحاجة الافتراضي مختلف. أنا النهارده لمّا أعمل مكتب حاجة سريعة HDF كده رخيص، والّا لمّا أعمل مكتب خشب إيه هيستحمل محمّل أكتر؟ بقى بالضبط. ومضبّط بس في ناس بتبقى هي مُخّها قافش إن أنا عايز الرخيص بquality الغالي. لأ ده أنت كده بقى بتحلم. لأ، لأ، الناس بُص إحنا بنقابل طموحات وأحلام غير طبيعية يعني. فمش الغالي تمنه فيه والله، بس الحاجات دي ادّت مساحة للناس إنه لو معاك مبلغ بسيط تقدر توضّب، معاك مبلغ كبير هتوضّب. في أشكال كتير من التصميمات بتدخّل ده مع ده، حسب هاعمل إيه في المكان. الحمام مَيّة فمحتاجة حاجة تتحمّل بخار، تتحمّل المَيّة، تقعد كتير. الحمام ده مش الدهان ممكن أغيّره كل سنة، لكن الحمام مش هاغيّره كل سنة. مضبوط. فمحتاجة حاجة تكون تعيش، حاجة تكون صلبة، حاجة تكون تتحمّل، حاجة شكلها حلو. حاجة شكلها حلو تريّحني هتعيش سنين كتير، فعيني هتشوفها كل يوم، فمحتاجة إن أبقى مرتاحة وأنا باتفرّج عليها. طيب خلّيني أسأل حضرتك بقى على جزئية تانية خالص. إحنا اتكلّمنا عن العُملا وطموحاتهم وأحلامهم، نتكلّم بقى شوية عن حبايبنا ولاد البلد، الجدعان، الصنايعية اللي يا رب ما بيشتغلوا يشوفونيش. يا رب ما ما يتفرّجوش تلاقيش عليَّ. الموبايلات معاهم وهيشوفوكِ هم دلوقتي. حبايبي إحنا بنوجه والله. لهم تحية كبيرة جدًا. بُص عايزة أقول لك إنه بنوصّيكم على الباشمهندسة مها. الناس اللي بتشتغل أي مجموعة بتشتغل في شركة أو في مكتب أو مع مهندس، هم دول أساس الموضوع. يعني ما هو أنا في الآخر رؤيتي وتصميماتي وأفكاري الجميلة مين هيطبّقها لي؟ غير هو. الناس. فلأ بنشكرهم في الأول عشان بس هي نبقى. العيلة اللي أنتم بتبقوا مع بس لا، بعض لأ فيها. هادِك صعب جدًا، ويعني حاسة إن أنا بانهِج وأنا باجاوب على السؤال ده والله العظيم. لأ هادِك كبير أوي جدًا. يعني يمكن من أصعب الحاجات اللي بتواجه أي حد شغال في موضوع التشطيبات والديكورات. أنا باشتغل ديكور وتشطيبات ومقاولات، فباتعامل مع كل الفئات. بنا ومبيض المحارة وحداد ونجار، ونجار المقاولات غير نجار الشقق، واللي بيعمل لك أوض النوم أصلًا واحد تاني غير اللي مش عارف. فأنت عندك كتيبة من الصنايعية اللي أنت بتشتغل معاهم، إن أنت بقى تقدر تهندلهم، وإن أنت تقدر تطوّعهم، وإن أنت تقدر تطلّع منهم حاجة كويسة. ومش أي صنايعي تجيبه في أي شغلانة. يعني لأ ممكن طبعًا. يعني حاجة آه. هتدّهن دهان بسيط ففلان يقدر يخلّصها، لكن لو حاجة عايزة فَن معيّن لأ، فلان ده هو ده اللي أنا والله أجيبه. يعني في مهندسين بيحبّوا يتعاملوا
بالمبدأ اللي أنت بتقوله ده، يغيّر كل شوية في حاجة، أنا ما بابقاش مرتاحة. أنا الناس اللي معايا يعني الإستورج اللي معايا مثلًا شغالين مع بعض بقى لنا 10 سنين، هو الإستورج بتاعي اللي بيطلّع لي الquality اللي أنا عايزاه، خدنا على بعض، فِهم بُص أنا باحس إن الصنايعي ده زي الترزي بالنسبة لي. مضبوط. أنا بالمناسبة الترزي مثلًا معايا بقى له بتاع 12 سَنة، هو فِهِم خلاص أنا عايزة إيه، من غير ما أتكلّم هو عارف أنا باطلب إيه، الfinish بتاعي شكله عامل إزاي، كهربائي، السباك اللي معايا، الناس خلاص إحنا طبّعنا على بعض، فبقى هو عارف باشمهندسة سالي إيه مستوى الشغل اللي هي عايزة تطلّعه، شكل الfinish اللي بتعمله بتبقى خلاص هم حفظوا، بس بقى إيه، هندلة الوقت، ترتيب الشغل، طبعًا طاقة، محتاجين طاقة. أكيد. محتاجين طاقة كبيرة عشان تستحمل وتكمّل. طيب في حتّة بنشوفها على طول إن الصنايعية دايمًا عايزين فلوس كتير وquality الشغل أو تنفيذ الشغل نفسه وقته قليل، يعني هو عايز ياخد فلوسه كاملة مكمّلة وما فيش أي فيها وهو أصلًا مش عامل كل اللي أنا عايزه. ده معاك أنت كعميل، آه، مش ما معايا أنا كمهندس، لأ طبعًا. إحنا بنبقى أنا متّفقة مع أنا باشتغل بمقايسة، ما باشتغلش أمطار ولا كلام من ده، أنا باعمل مقايسة للشغلانة، للبنود، عندي مثلًا كهربا، عندي سباكة، عندي شبابيك، عندي مطبخ هيتعمل، عندي دهانات، وطبعًا في حاجات رفيّعة بقى بتبقى في النُص تكسير، نضافة، مش عارف إيه، فأنا باقوم عاملة مقايسة، والله كل بند هيتكلف قد كذا، بالquality بتاعه عامل كذا، وأنت كعميل بقى تقول لي لأ والله إحنا بنأسس مثلًا كهربا خامة ماركة معيّنة، لأ أنا عايز أعلى حاجة، فأقول إمم. لك طيب باحط سعر مصنعيات، وباحط سعر خامات، وبنبدأ نشتغل. الصنايعي أنا عارفة إن هو هياخد في الشغلانة دي 10 قروش، بابدأ أقسّم له ال10 قروش دول على عُمر الشغلانة كلّها. اشتغلنا في الأول أخد دُفعة، نفس اللي بيحصل معايا، أنا كمهندس باتعامل كده مع العميل، نظام دُفعات. وشغ و وال والجزء بتاعي اللي هو هامش الربح بتاعي أنا كمكتب بيتقسّم دُفعات، فطبيعي الصنايعي هيتقسّم دُفعات، بيشتغل في الأول بياخد مبلغ، في نُص الشغل بياخد وهكذا وإحنا شغالين، لغاية ما يسلّمني خالص. بس في الآخر برضه عايزة أقول لك حاجة، هو العميل بالنسبة له هو بيستلم منّي أنا، ما لوش دعوة بالصنايعي مالوش أصلًا. دعوة بالصنايعي ولا بالفلوس اللي الصنايعي خدها ولا خلّص إيه قصاد ده تنظيم أنا لرجالتي والشغل بتاعي، أنا اللي يهمني إنه الquality اللي أنا عايزاه يطلع. والله ممكن يبقى الصنايعي خد فلوسه كلّها منّي أنا، ولسه في حاجات هتتعمل، العميل ما لوش دعوة. دي قصتي أنا دي بقى، أنا اللي قصتي، مقدّرها. أنا مطالبة إن أنا أسلّم العميل زي اتفاقي أنا معاه. إمم. اللي أنا اتفقت عليه بالfinish اللي قال عليه، ومطالبة إن أنا مهما يعني أفضل إن أنا طب لأ مش عاجبني ده نعدّل. كنت باعمل مكتب في القاهرة، فقعدنا شوية في قصة الاستلام، أصحاب الشركة صحابي يعني بس مهندسين، فهُم عندهم يعني إيه finish معيّن هُم عايزينه، ففضلنا فترة لأ، نضبّط دي، لأ أنا عايزة أشوف دي أفضل، وعادي أنا باروح أنا والصنايعي وما احمّلش العميل، حتى بعد ما خلّصت وسلّمت أول مرّة، طَب حصلت défaut في الحتّة دي محتاجة أعدّلها، طَب محتاجة دي تتضبط، الصنايعي معايا، ما أقدرش أقول للعميل أصل هو خَد فلوسه خلاص ومش هاجيبه، إمم. يعني هي في الأول وفي الآخر مسؤولية واسم أنا بابنيه. أكيد طبعًا. عشان أبني الاسم ده صح وأفضل محافظة عليه ويفضل ييجي لي شغل، لإن أساس التسويق في شغلنا غير السُمعة. غير السمعة والمعاملة، يعني ممكن أنت كمهندس بتدّي مثلًا جودة 80% بس سمعتك كويسة، تعاملك مع الناس كويس، في أمانة بينك وبين العميل، فيجيبك أحسن من حد تاني بيجيب صنايعية بسعر خرافي ومش عارف إيه، بس التعامل نفسه بتنفّض، ب بش بتسيب الحاجة بتتفق عليها وبتنساها وعندك شغل تاني تتلبخ فيه، الfinish بيطلع ما بتهتمش أوي بحاجات وبتهتم بحاجات، وده كنا بنشوفه كتير يعني. الصنايعي ده هو ما عندوش فكرة إنه إيه، في طبعًا ناس محترمة مش كلّهم، بس فكرة إن أنا ليّا سُمعة في الشغلانة، فأنا مهم جدًا أحافظ عليها، ده حاجة مهمة جدًا في عُرف الشغل ده، هو ده أساس الشغل أصلًا. إمم. وإلا أنت زي ما أنت بتقول كده على الصنايعي، هتقول على المهندس. ليه الصنايعي بقى باللي أنت بتحكي اشتغلني. فيه ده؟ لا مش بيشتغلك والله، بُص هو يعني إلا من رحم ربي يعني، الموضوع في الأول وفي الآخر ضمير. يعني أنا في عميل ما كده، هو كان عمّال بقى إيه يسأل ويحسب وعاوز يأمِّن، يعني هو بقى إيه صايع، يعني المهندس بقى مش هييجي يشتغل، وأنتِ بقى إيه هُم بيتعاملوا كمان في ناس كتير بتتعامل مع مهندس الديكور ده إن هو إيه هيسرقني،
هيسرقني. فقُلت له: "بُص أنا هانصحك نصيحة بمنتهى الصدق، مش هتلاقي حد غيرك بيقولها لي، مهما كنت شاطر لو أنا عايز أسرقك هاسرقك، الشغلانة دي الحاكم الوحيد فيها ضمير البني آدم، فلو أنا ما عنديش ضمير وأنت اتشقلبت مش هتعرف. هاسرقك، سلِّم أمرك لله وإيه أنت بتتعامل بما يرضي الله وأنا هاتعامل معاك بما يرضي الله." وفي مبدأ ثقة ما بيننا عشان نعرف نشتغل. بالضبط، وفي حاجات بتبيّن، يعني أنا من فترة أنا من خلال شغلي في النقابة بالمناسبة بس أنا عايزة أنا عضو مجلس سابق مش حالي، إمم. عشان بس من وأنا في النقابة أنا أصلًا مهندسة مدني، فلمّا كان بييجي خلاف بين مهندس وعميل بيقدّم شكوى، فكنا بنطلع نعمل معاينة ونكتب تقرير عن الشغل، فطلعت عاينت شغل كتير لمهندسين تانيين كتير، حالة من ضمن الحالات عميلة اتفقت مع مهندس على تشطيب حاجة معيّنة، وبدأت تتعامل معاه نفس اللي أنت كنت بتقوله ده على الصنايعي، تبعت له في فلوس هي كانت برّه وهو ماسك الشقة هنا، هي بتبعت له فلوس 5 سنين الشقة ما اتوضّبتش، سحب منها مثلًا يعني الكلام ده كان 2019 سحب منها 500.000 جنيه توضيب. رقم خزعبلي وقتها كان بيجيب طبعًا. شقة، في 2019 500.000 كانوا بيجيبوا بيشتروا شقة حلوة. شقة، فأنت لازم يبقى عندك سِنس من الأول بقى، لو أنت سواء مهندس سواء صنايعي، طالما قررت إن أنت يعني هتعمل حاجة، لأ تبقى صاحي طب ورّيني، يعني أنا دلوقتي بقى معايا حاجة باعملها لناس برّه في السعودية، فباورّي له أول بأول فيديو، صور، لازم يبقى هو عارف الفلوس اتصرفت في إيه، هابعت أقول له أنا عايزة فلوس، فين الشغل اللي أنتِ عملتيه؟ فاورّي له الشغل اتعمل، نفس الفكرة مع الصنايعي، يعني النصيحة لو أنت عميل وهتقرر تجيب صنايعي تتحرى الدقة شوية في إنه كويس والّا لأ، تشوف له شغل، يكون جاي عن طريق حد ثقة، أنا باعمل حاجة أنا باعملها أنا باقدّم استشارات مجانية كتير جدًا لناس، يعني في حد يكلمني يقول لي سالي حد صاحبي، حد معييش فلوس للديكور فساعديني في إيه، ساعات بابعت أرقام صنايعية، يعني لو الموضوع مش مستاهل برضه مهندس بصنايعيته، نحاول نقلل يعني التكلفة على الناس. أصل أنت هتجيب مهندس عشان يدهن لك الشقة، مش منطقي يعني، مضبوط. يعني هياخد منك كام؟ بس ممكن تاخد استشارة، يعني استشير دايمًا بحيث إن أنت إيه، ما تقعش أنت بقى أو أي عميل، أستشير على قد ما أقدر، طالما أنا هاعمل الحاجة أنا لوحدي لإن في صنايعية لا عندهم ضمير ولا شغلهم كويس، ويبوّظ الحاجة ويكلّفك تمن الحاجة مرتين 3 وزي ما أنت قُلت الخامات بقت غالية. مضبوط. فالواحد مش حِمل إن هو إيه، يقعد يجرّب كل شوية، وفي ناس بتتقفل بقى خلاص تحس إنها زعلت، لأ باظت، لأ مش عايزاها، لأ مش عارف إيه. ففكرة الصنايعية هنفضل كده يعني ما لهاش حل. طب حسبة الموضوع بقى، خلّينا نتكلم بقى ختام الجزئية بتاعة الديكور، حسبة الديكور أنا أو مش الديكور، حسبة المهندس أنا باتحاسب معاه إزاي أو هي بالمتر والّا بالمقاولة والّا بالشقة والّا بالمساحة والّا بإيه؟ والله هي مدارس، ماشي. في ناس بتشتغل بالمتر، أنا باشوف ده حاجة مش حلوة. مش عادلة للعميل مثلًا؟ والله هي بالنسبة للعميل بتبقى مغرية في الأول، بيتقال له رقم المتر مثلًا ب1000 جنيه، 2000 آه. جنيه، 5000 جنيه أيًا بس كان. أولًا أنت ما أنتاش عارف اللي جوّه المتر ده عبارة عن إيه؟ بالضبط، خلّينا متفقين أنا مش هاشتغل وأخسر، أكيد. ولا هاشتغل ببلاش، إمم. فمنطقيًا الأسعار كمان أنت النهارده لو فتحت النت أي حاجة عايز تجيب سعرها، هتجيب سعرها، مضبوط. ChatGPT بسم الله ما شاء الله قايم بدور كل المهن، الدكتور والمهندس والصيدلي وكل حاجة، فأنت النهارده لازم يبقى في ما نجريش ورا رقم قليل اتقال لي وافرح بيه، شُفتها مع ناس والله، شُفتها مع مهندسين، يعني زمايلنا مهندس عنده شقة في بلدٍ ما، ياخد رأيي، أقول له مش في الآخر هتلاقيه طالب منك فلوس زيادة عن ده، ده مش logic بس سعره حلو، بعد سنة صدّقي دفعت فوق اللي اتفقت عليه مرّة ونُص، أقول له ما هو بالعقل، هو هيخسر؟ لا طبعًا. لأ، هيشتغل لك ببلاش؟ فأنا باحب أتعامل بشكل واضح جدًا، مش هاشتغل ببلاش، عايز quality عالي هتصرف، عايز حاجة معقولة، هاخد حقي وأدّيك حقك، بس تبقى عارف إن اللي أنت طالبه ده مش الحاجة الA1 أنت عايز حاجة تلِم الدنيا بشكل معقول، نلِم الدنيا بشكل معقول. حسبتها إزاي بقى؟ ناس بتشتغل بالمتر، في ناس بتشتغل أنا باشتغل مقايسة ونسبة، باعمل مقايسة وفي الآخر باحط أنا هاخد قد كذا، وأحيانًا باشتغل برقم، يعني مثلًا مكان هيتوضّب، باتفق من الأول إن أنا هاخد في المكان ده الرقم ده في خلال المدة دي. بُص في الآخر أنا باحب أبقى مرنة، أنا أبقى مرتاحة والعميل يبقى مرتاح، هو مسامح في الفلوس اللي دفعها وأنا مسامحة في تعبي، والله
دي حاجات بتغيب عن الناس أحيان كتير في وسط الشغل، أنت تبقى مرتاح وأنت بتتعامل معاه، وأنا أبقى باعمل حاجة وأنا مرتاحة عشان الحاجة تطلع حلوة، أنا عاملة زي الطباخ وزي اللي بيفصّل، لو أنا مزاجي مش رايق وباشتغل وأنا مقفولة من العميل الحاجة مش هتطلع كويسة، مهما حاولت بيبقى في جو كده مش حلو، أنا لازم أبقى أنا مرتاحة ومبسوطة وراضية عشان أعرف أطلّع لك حاجة كويسة، فأنا باشتغل يعني لو أنت بتسأل أنا باشتغل إزاي، أنا باشتغل مقايسة ونسبة، باعمل مقايسة ومكتوب لك فيها كل بند هيتكلف قد إيه؟ كل بند هيتكلف قد إيه، الصنايعي أخد قد إيه، في ناس بتحب التفاصيل، وفي ناس مش يعني بالنسبة لها ما تشغليش بالِك كل ده. هي عندها ثقة فينا خلاص البند ده على بعضه قد كذا، المهم بابقى الأهم بقى من ده، أنا بابقى كاتبة الحاجة إيه، ماركة الحاجة إيه، الmaterial اللي أنا هاشتغل بيها. بالضبط، البلاط نوعه إيه، حاجة كهربا سويدي والّا مش عارف أهلية والّا مش عارف إيه، كل حاجة بتمنها، الخشب هنجيبه إيه، طب المطبخ، الرخام، كل حاجة بافصصها وفي الآخر أقول لك والله أنا هاخد 20%، 15% على حسب بقى حجم الشغلانة، زي باقول لك عندي concept إن أنا أكون مرتاحة مع الشغل، معظم العُملا اللي باشتغل معاهم إحنا بنبقى أصحاب، فلأ دي غالية نضبّطها، أنا مش باتعامل إن هي rules الورقة يعني والقلم لأ، يعني أنا أبقى مبسوطة. بالمناسبة رفضتِ قبل كده شغل العميل وعملتِ له مقايسة وكل حاجة وبتاع وقال لِك خلاص تمام مش عارف إيه، اتقفلتِ وقُلتِ لأ أنا باعتذر وبتاع، حسيتِ إن هو هييجي من وراه حاجة تضايقِك والله بُص، هو أنا ما يعني مش أنا، هو قدرًا حقيقي سبحان الله، بتحصل في عُملا كتير وإيه، آآ يعني ساعتها كان نفسي أعمل وبعدين أمّا أقعد كده أقول لأ، كانوا هيتعبوني، ربنا عمل والله العظيم، ربنا عمل كده عشان عارف إن أنا هاتعب، وفي حاجات بتبقى بادئة وأنا حاسة إن أنا وضعي وبتكمل وبتبقى فعلًا مش العُملا قصة تانية على فكرة زي الصنايعية أكيد. وأخطر. ما هو أيوه. صاحب الفلوس بقى. والله العظيم أنا باقول لهم يعني في ناس كده بيبقوا صحابي أقول لهم أنا هاحط بدل هري، بدل منهدة، بدل ما هو بدل بيتعامل ما تشيلي معاك منه. هو العميل بيتعامل معاك إن أنت بتاعه لغاية ما الشغلانة تخلص، فيكلمك ترد أي وقت، أنا ما باعملش كده بصراحة يعني كنت زمان بقى لسه صغيرة شوية وعضمي طري في الشغل، فلأ أبقى أتصل ما رديتش، دلوقتي لأ هو أنا ما عنديش شغلانة واحدة، ده أنا لو قعدت لكل شغلانة قاعدة مع العميل بتاعها بس ادّيني مرتب بقى لوحده ده أنت قصة تانية بقى. بالضبط. آآ هابقى بتاعك الفترة دي. وفي ناس طبعًا ذوق وفاهمة ومتفهمة وبتبقى مقدّرة، وفي ناس بُص يعني إحنا شخصيات مختلفة ودماغ مختلفة، وفي ناس بتعاملك معاملة أنا شريك. أنت على عند ذمتي الحبشي لغاية الأسود. والله العظيم، أي وقت أتصل بيك ترُد، أي وقت أبعت لك على الواتساب ترُد، لو غِبت يومين مثلًا تلاقي إيه ليه، ليه يا جماعة يعني فالعُملا قصة تانية. طيب خلّينا ندخل على النقابة شوية، بتهتمي بالجزء الخيري أكتر من النقابة والّا الاتنين مع بعض عادي؟ والله بُص، هو العمل العام كُلّه بالنسبة لي package واحدة، أنا بالاقي نَفْسي في الحتّة دي، يعني جميل. في ناس عليكِ من ده بإيه، أنا باحب النقابة، باحب يبقى ليّا دور في وسط المهندسين. إيه الملفات اللي اشتغلتِ عليها في فترة النقابة؟ والله أنا مسكت لجنة التدريب فترة، وعملنا تدريبات كتير مجانية، ما كانتش بتحصل قبل كده في النقابة، ما شاء الله. وباحاول إن أنا اللي أنا محتاجاه أعمله للمهندسين، يعني إيه التدريبات اللي أنتم محتاجينها نجيبها لكم، فين المحاضر اللي أنت شايف إن هو المحاضر ده مش عارف تروح له لوحدك، النقابة تجيبه لك. مسكت فترة بعد كده التنمية المحلية، كنا بننزل نعمل تقارير وبنعمل بنقدّم للمحافظ اقتراحات، الشوارع، خطة المرور، لمّا الطرق اتغيّرت عملنا survey وقدّمنا تقرير بديل للحاجة اللي حصلت بتعديل معيّن كده للاتجاهات وقتها. بعد كده مسكت العلاقات العامة وكنت مهتمة إنه يبقى في تشبيك بين النقابة ليها دور مجتمعي مش بس مهندسين، عشان أعرف أخدم المهندسين لازم النقابة تكون متصلة بكل الكيانات والأجهزة والمحافظة الحاجات اللي حوالينا في المحافظة عشان أقدر أخدم المهندس في كل مكان. أنا حاليًا كنت في لجنة الشباب في النقابة العامة بقى في القاهرة، يعني بعدت شوية عن بورسعيد، فبدأت أتواصل مع المهندسين في كل الجمهورية، كنا مهتمين أكتر بالخريجين والطلبة، يعني حتى لسه كنت راجعة من كامب من
أسبوعين 3 كنا عاملين camp شراكة مع شركة هندسية شغّالة في الautomation systems هي راعية. جبناهم معانا شافوا المشاريع بتاعة التخرُّج بتاعة الشباب وقرروا إن هم يتبنوا مشروع أو 2 وعملنا camp 3 أيام تأهيل للشباب في جزء الmanagement اللي هو بيبقى محتاجه كمهندس جنب الجزء الهندسي والنظري، بنأهّلهم بقى. أنا باسعى دايمًا إنه اللي أنا كان نِفْسي يتعمل معانا وإحنا صغيرين وللظروف وللتوقيت وقتها ما كناش بناخده، باحاول إنه يكون ليّا دور مع الشباب الصغير، نقدر نفيدهم بحاجة، نقدر نقدّم لهم فرصة عمل، نقدر ندلّهم على حد معيّن يفتح لهم باب جديد بالضبط، بالضبط. غير بقى الخدمة اللي مع المهندسين، محتاج حاجة بنساعده فيها، عندنا الرعاية الصحية، الحاجات العادية الأساسية. بس أنا باحب العمل العام أنا كنت في صناع الحياة فترة كبيرة، وبعد كده عملت جمعية أهلية تحت التأسيس، كنا شغالين على الشغل الاجتماعي، الملابس والإطعام وكان في جزء له علاقة بالتوعية، كنا بننزل وبنعمل إيفنتات في الشوارع وبنوزّع أيام الدستور، اعرف دستورك، اقرا، فكرة القراية نفسها، يعني الدور المجتمعي بشكل عام أنا بالاقي نفسي فيه، أنا بابقى مبسوطة لمّا باحس إن أنا مش كلام بقى نظري وعشان تصوير، بس حقيقي أحلى حاجة في الدنيا إن أنت تحس إن أنت بتساعد إنسان، إن أنت بتدّي حد حاجة هو محتاجها، أي نوع احتياج على فكرة مش الاحتياج مش أكل و وشرب وخلاص، مش وشرب مادي وخلاص. وهدوم، لا، لا، لأ، إن أنت تدِل حد على طريق معيّن هو تايه، مشتت، خرّيج ما هوش عارف يروح فين، حد عايز يبدأ شغل مش عارف يبدأ إزاي، احتياجات كتير أوي أنا بالاقي نفسي في إني أساعد أو أعمل حاجة أو يكون ليّا دور مؤثر مع الناس. طيب خلّينا نعرف بقى خطتِك في 2026. إيه السؤال الصعب إيه السؤال الصعب ده؟ والله خطتي إن شغلي يكبر، ينتشر أكتر، أتعرف أكتر، يبقى معايا شغل أكتر، والنقابة المفروض إحنا داخلين بصدد يعني انتخابات إن شاء الله. الاستحقاق، ناوية بقى كنت يعني والله لسه بافكر ما حسمتش الأمر، عندك حاجة تقدر تدّيها للناس النهارده والّا تستنى شوية لمّا يكون عندك حاجة معينة؟ بس. طيب إحنا يعني في الختام كده بنشكرِك طبعًا، خدنا معلومات كتير قيّمة بخصوص حاجات ليها علاقة بالتشطيبات، اللي هو المجال اللي أنتِ بتحبيه، واللي أنا عجبني في الموضوع إن أنت حابب الموضوع فهتعمله بحُب فهيطلع حاجة حلوة. ده مهم جدًا، إمم. جدًا، يعني أنا أصلًا كنت باشتغل مهندسة تخطيط في شركة المَيّة، كنت موظفة، شغل الديكور الشغل بيجيب فلوس وأكل عيش وكل حاجة، بس أنا باشتغل عشان أنا بابقى مستمتعة من وأنا صغيرة، أنا دخلت هندسة وهندسة مدني عشان كده، أنا باحب أشوف الحاجة لسه زرعة صغيرة وفجأة ألاقيها بقت كيان، عمارة، أرض، فجأة لقيت عمارة واقفة، شقة فاضية مبهدلة والقريبين مني عارفين ده، يعني أنا باحب أدخل مكان أحط لمسة. أكيد. فالمكان يتحوّل، أنا ده بالنسبة لي كإنّي خدت مليون جنيه، إن أنا أشوف مكان بايظ، مكركب، مش نضيف، محتاج تشطيب، على المحارة، مش عارف إيه، وأحوّل المكان ده بقى فيه يعني الروح دَبِّت فيه، إمم. فده بالنسبة لي لأ، أنا باحب الشغل، بابقى مستمتعة وأنا شغّالة. طبعًا يعني إحنا اتكلّمنا مع الباشمهندسة بخصوص الحاجات اللي بتحصل والديكورات وتوضيب البيوت، وعرفنا منها شوية تفاصيل يمكن لو اتكلّمنا فيها في حاجات رخيصة وحاجات غالية، في حاجات شكلها حلو وحاجات شكلها يعني ما تنفعناش، في حاجة ممكن تبقى شكلها حلو بس ما تنفعش عندك، في تفاصيل مع مهندس الديكور اللي الباشمهندسة اتكلّمت عليها، لو إحنا ركّزنا فيها هنعرف أصلًا نرتّب أمورنا، على الأقل حتى نبقى على الأقل عارفين هنعمل إيه. واسأل استشير مش بس طبّي لأ هندسي كمان، أنت ممكن تستشير حد يكون يعني ذو ثقة بالنسبة لك عشان ما تروحش تعمل حاجة وتبقى زي حالاتي كده بعد كده يعني أنا بمناسبة إن أنا معاك طبعًا أنا مبسوطة جدًا إن أنا معاك ربنا يخليك يا هندسة، والله ويعني و لقاء طال انتظاره. آآ وبمناسبة إن أنا معاك، أنا أي حد محتاج استشارة مجانية أنا موجودة، الprofile بتاعي موجود والpage طبعًا هيبقى موجودين. موجود في التعاون ما بيننا على أي الفيسبوك حد واليوتيوب. محتاج استشارة مجانية مننا بنقدّمها، سواء في شِرا حاجة، سواء في حد محتاج صنايعي، سواء في استشارة معيّنة هو محتاج يعمل إيه، إحنا ندلّه ونرسم له طريق كده، ودي استشارة مجانية إحنا بنقدّمها بقى، فأنا دي حاجة باقولها يعني من خلالك يعني. طبعًا الباشمهندسة يعني عاملة offer جامد أوي، وحاجة يعني برضه ليها علاقة بالمشاركة المجتمعية، ودي حاجة يعني مبادرة جميلة جدًا، ونتمنى الأيام الجاية الناس يبقى عندها وعي أكبر
لأن الفلوس ما عادتش سهل بتيجي، من الصعب جدًا إن إحنا نفرّط فيها بسهولة يعني. نشكرِك يا باشمهندسة، وإن شاء الله الأيام الجاية يعني يبقى دايمًا فيها اسم المكتب عندِك يبقى أكبر وأكبر، باشمهندسة سالي دايمًا ربنا يخلّيك. متألقة، والأيام الجاية إن شاء الله نشوف فيها تطورات كتير في material وفي إن شاء في الله. في أشكال نقدر من خلال حضرتك نعرّفها للناس إن شاء إن الله. شاء الله، ويعني إن شاء الله ممكن في مرّة جاية نبقى نجيب حاجات بسيطة كده حتى نعرّف الناس ونعرّفهم الفرق بين ده وده، وإيه أكيد الأصح هتفرق إن طبعًا شاء مع الله، إن الناس. شاء الله. من شرفتينا يا خلالك برضه. باشمهندسة وإن شاء اتشرّفت الله بيك. نبقى جايبينها على أرض الواقع إن كده. شاء الله. شرفتينا يا باشمهندسة، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من بودكاست مع رفعت. سلام.